السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا بكم أخواتي فيديو جديد. الفيديو ديال هذا النهار غادي نحضر معكم الصابلي بريستيج بالنوغا. غادي نعطيكم جميع الأسرار باش ينجح لكم هذا الصابلي ويجيكم زوين. وهنا كذلك باش النوغا ما تجيكمش قاصحة وكتلصق في السنان، وكذلك الصابلي باش ديك الشبكة ديال السيليبات تبقى مطبوعة فيه ويجيكم اللون موحد كما كتشوفوا في الصورة، وما يتغير له لا الشكل ديالو ولا الفورمه ديالو. وكذلك كيجي خفيف هكا باش نجيو نعضوا هذيك الصابليه. المهم بلا ما نطول عليكم شنو طريقه التحضير. هنا في اناء اخواتي غادي نعطيكم غير نصف الكميه ديال الصابلي، يعني هنا باش البنات اللي بغاو يزعموا ويخدموا. هنا بالنسبه في هذا الاناء هذا وضعت 125 غرام ديال الزبده، تكون نوعيه ممتازه ديال العبار، يعني تكون حيوانيه. هنا باش نقول لكم العبار حيت كاينه هاد العبار اللي هي غير مارغرين، هنا غتقولوا النوعيه الممتازه راه كتكون زايده في الثمن. وهنا غادي نعطيكم حتى اللي بغات تخدم مارغرين، دائما الصابلي بريستيج كيمشي معاه الزبده اللي مزيانه، وصراحه الصابلي بالزبده سبيسيال ماشي بحال مارغرين نهائيا، لا مجال للمقارنه. هنا خديت كاس ديال السكر، يعني بالنسبه للسكر حبيبات غادي نحاولوا نشوفوا غير سنيده تكون رقيقه ماشي ديك الغليظه، وما ديروا السكر كلاصي من الاحسن باش حافظ لكم شويه على الصابلي. وهنا الا كنتو غتناولوه دغيا ممكن ديروا نصف سكر كلاصي ونصف السكر حبيبات. هنا غادي نخدم كما العاده، غادي نخدم الزبده مزيان مع السكر حتى كنطلع تولي بحال شكل بوماد، وغادي نضيف ديك الساعه ربع كاس ديال الزيت. بالنسبه للزيت ما كنكثروهاش، حنا دايرين الزبده ديال السبيسيال، وهي كتكون مدهونه فيها الدهون بزاف باش ما كيجيكمش داك الصابلي اللي كيتفرتت. وهنا بالنسبه اللي درت مارغرين غادي ديري نص كاس ديال العنبه. هنا غادي نضيف جوج من بعد ما خدمت انا، غير كنزرب لكم فيديو باش ما يجيكمش طويل. هنا خدمت ديك الزبده مزيان مع السكر، ضفت لها الزيت وكذلك جوج بيضات كاملين، وغادي نضيف معلقه ديال الكليكوس تكون عامره، ودرت النكهه. بالنسبه انا النكهه درت النكهه. نتوما لكم الاختيار، ممكن ديروا البسكوي الناطه، بزاف ديال النكهات كاينين. هنا صافي من بعد ما كنخدم دوك المكونات صافي هنا فكنضيف الطحين، نبقى غير كنلعب في هاد العجينه بحال هكا، ما نعجن ما حتى حاجه باش يبقى لكم الصابلي مقاد. هنا صافي كما كتشوفوا بالنسبه للعجينه ما خصهاش تكون قاصحه، هنا باش هذا هو السر باش كيجيكم فاش كنجيو نطبعوه ونحطوه فوق داك السيلبات كتطبع لنا ديك الرشمه. صافي هنا كما شفتوا جمعتها، ماشي تجي جاريه بزاف عاوتاني، المهم تكون ما تجيش قاصحه. صافي هنا غادي نخليها ترتاح، المهم القليله واحد الساعه القليله. دائما الصابلي كل ما كيرتاح كيكون احسن. انا صافي من بعد ما ارتحت صافي كما كتشوفوا ديك الزبده كتشد راسها، وغادي نجيو باش نخدموا الصابلي. دائما الصابلي باش يجيكم قياس واحد غادي نشدوا دائما الدلاك من الوسط وحنا خارجين على برا. هنا صافي طلقت العجينه، المهم انا غادي ندير غير وحده ما غلصقش، غتكون ماشي غليظه بزاف، ماشي المهم ماشي رقيقه عاود باش ما تهرش. وصافي كنجمع. دائما الجميع كما كنعرفوا ما كنجمعوش بيدينا هكا ونعجنوها، غير كنطويها وصافي كنعاود نطلق وكنبقى مستمره هكا. هنا كما شفتوا انا وضعتها فوق السلبات. هنا غندخلها الفران حتى كتحمر على خاطرها باش يجيكم اللون موحد. وهنا غادي نمشي باش غادي نوجد النوغا. بالنسبه للنوغا عندي هنا 100 غرام ديال الزبده كما شفتوا غنعبر حداكم، وغادي نضيف 100 غرام ديال الجليكوز، نفس القياس ديال الزبده وديال الجليكوز وديال السنيده ديال السكر حبيبات. غادي نضيف 100 غرام، هاد ثلاثه المكونات نفس القياس، وغادي نضيف الطبل ديالهم. المهم غادي نديرها بعدا فوق البوطه حتى كتذوب، ودائما مع التحريك. وهنا البنات السر باش تجيكم هاد النوغا ما كتلصقش في السنان وما كتكونش قاصحه، وهي غندير واحد جوج معالق ديال الماء. هذا هو السر اللي كيخلي ديك النوغا كتجيكم مرطبه، وتشوف فاش تجيو كتاكلوها كتجيكم ساهله، فاش تجيو تعطوها كتجي معلكه ولكن ما كتلصق لكمش في السنان وكتجيكم مرطبه.
وهنا بالنسبه للزنجلان عندي 200 غرام. هنا درتها فوق النار، المهم كنبقى نخلط مزيان حتى كتطلع هاد الكشكوشه هادي مزيان، وكنخدم مزيان. عاد ديك الساعه كنضيف الزنجلان اولا اللوز اولا نتوما باش بغيتو ديروا هاد النوغا. المهم هاد القاعده كتطبق على جميع المكسرات اللي بغيتو ديروا هنايا في هاد. المهم انا ضفت 200 غرام ديال الزنجلان، يعني ما يكونش محمر البنات نهائيا. النوغا ما كنحمروش حيت هو مازال كيطيب باش ما يتحرقش. وصافي كنخلط مزيان بحال هكا. وصافي غادي نحيدها، غير نخلط نعرف راه صافي دوك المكونات دخلوا مزيان في الزنجلان. وصافي كنجيب هاد المول ديال السيليكون، وكنبقى نخوي القياس اللي انا بغيت. المهم نتوما غتخدموا بالنوع اللي بغيتو. صافي كنعمر غير القياس، ما خصهاش تجيني عاوتاني كبيره عامره بزاف. صافي هنا غادي نعمر هاد ليمون كاملين وغندخلها الفران. من بعد ما دخلت الصابلي على عافيه مهيله بحال الشمعه البنات باش يجيكم اللون بحال هذا، هذا هو السر. نقصوا العافيه مزيان وحتى كيتحمر مزيان وكيجي بحال هذا الشكل هذا كما كتشوفوا. حتى هاد الطبعه مطبوعه. هنا هاد الصابليه غير بوحدها تاكلوها ما تحتاجش كاع انكم تزينوها، كتجي لذيذه ومحمره من الداخل. محمر كيجي لذيذ البنات، تعضوا الصابليه وتلقاوها من الداخل محمره وزوينه. هنا كما كتشوفوا حتى كنطلع ديك الكشكوش كنحسوا داك الجناب بداو كيتحمروا. صافي كنحيدها، غادي نخليها تبرد تماما. هنا كما كتشوفوا النوغا كتجي لامعه كما في الصوره. هنا غنخليوها تبرد تماما، ما كنحيدوهاش وهي سخونه اولا دافيه. هنا باش ما ديفورماش، باش حيت تجيو تحطوها فوق الصابليه ما تجيكمش عوجه، غتجيكم محطوطه مقاده فوق الصابلي. هانتوما كما كتشوفوا خدات داك اللوين زوين مذهب. هنا ما كنخليوهاش طيب بزاف باش حتى ما تقصحش، غير هاد اللوين هذا كيعطي المذاق زوين وكتجي النوغا بنينه. وهنا اخواتي نسيت ما قلت لكم، دائما خدموا بالنسبه للزبده اللي درنا في النوغا، راه النوعيه الممتازه باش تطلع لكم النوغا بنينه. ما تخدموش بالمارغرين. هنا هذا هو الفرق ديال الاثمنه ديال الحلوه. شحال واحد كيقول ان الحلوه راها غاليه، ولكن راه الحلوه اللي كتخدم زبده سبيسيال ماشي هي الخدمه اللي كتخدم مارغرين. صافي هنا بالنسبه لهنا باش غادي نلصق، هنا درت 2 معالق ديال الجليكوز. دائما كنغلبوا الجليكوز على الناباج حيت هاد النوكا شويه صعيبه باش غادي تلصق. وكندير معلقه ديال الناباج كنضيف فيهم مزيان وكنبقى نلصق بهم باش تلصق لكم هاد النوكا مزيان. وهنا اللي بغات دير تلصق بالشوكولات تلصق بالشوكولات، الشوكولات كيلصق دغيا. وصافي غادي نبقى نحط وغنخليهم حتى يبردوا ويشد مزيان داك الجليكوز وما يعواجوش. هنا غادي نمشي باش نصاوب معكم التعليكه. هنا درت تقريبا واحد 6 القطع ديال الشوكولاته ابيض حتى داب. وهنا غادي نخلط معاه شويه ديال الكراميل. هذا راه كيتباع عند بالعبار عند الناس اللي كيبيعوا لوازم الحلويات. هنا غير باش الا درت الكراميل بوحدو ما غاديش ينشف وغادي يبقى يتزل عليه فوق الحلوه. خصني ندير له الشكلاط باش يبقى متماسك، باش هنا فاش غنحط فوق منه الكركاعه هنا كما شفتوا كنحصل على هذا الكراميل بحال هكا. هو مازال فاش غادي يبرد غادي يشد مزيان. صافي هنا غادي نمشي باش غادي نزين. هنا عندي هاد النصوصه ديال الكركاع. هنا اللي بغات دير الكركاع اللي بغات دير المكسرات تعمر باش بغيتو. هنا كناخذ هاد البوش هذا جو طاب اللي كنعمرو هكا بداك الخلطه ديال الكراميل والشكلاط، وكنجي لهاد الحفره هذه وكنعمر هاد الوسط ومن بعد كنوضع الكركاعه فوق منه. صافي هنا كنخليه هكا حتى كينشف ويتبت. وهنا اخواتي اللي ما فهمت شي حاجه او لا بغات نحضر معها شي حلوه ما كتنجح لهاش تقولها لي في التعاليق، واللي بغات شي سؤال راه كلشي كنرد عليه. مرحبا بكم. وهذا هو الشكل ديال النوغا ديال هذا النهار، ونتمنى ان شاء الله تكونوا استفدتوا من هذا الفيديو ومن هذه النصائح هذو ان شاء الله. ولاول مره كيشاهد القناه وعجبو المحتوى مرحبا بكم اخواتي، انضموا للقناه وفعلوا الجرس باش توصلوا دائما بالجديد. وكنشكركم اخواتي الناس دائما اللي معايا، كنشكركم على الدعم ديالكم، والى فيديو جديد بحول الله.